لو شغل البيت والتنظيف بيكون عليكي حاجة تقيلة، حاولي ان انتي تقسميه على الاسبوع كله. بلاش ان انتي تجمعي كل حاجة في يوم واحد، لان وقتها هيكون اليوم ده عليكي تقيل قوي، وفي نفس الوقت هتفضلي ان انتي تأجلي فيه، والشقة مرة بعد مرة هتكون مش نظيفة. خلي معاكي نوت ومن بالليل اكتبي فيها انتي هتعملي ايه بكرة. قسمي الشغل بتاع الشقة كلها على ايام الاسبوع. هتلاقي ان انتي كل يوم مش مطلوب منك حاجات كتير، هتلاقي الشقة دايما نظيفة ومفيش كركبة. وحاولي ان انتي تخلي فيه يوم يكون راحة تماما، زي مثلا انا عاملة ان يوم الجمعة ده ما بيكونش فيه اي حاجة غير مثلا لو انا هولع بخور اخلي البيت ريحته حلوة، ان انا اقعد فيه كده بس يدوب على قد الاكل لو هعمله ومفيش اي حاجة تاني. ده هيساعدك ان انتي الحاجات تبقى سهلة بالنسبة لك، وفي نفس الوقت تبقي حابة ان انتي تعمليها. جربوا الموضوع ده وهتلاقوه سهل عليكم كتير. حاولوا كمان لو انتوا بترتاحوا اكتر ان انتوا تاخدوا اوضه يعني كامله على بعضها، فان انتوا تعملوا كل اوضه في يوم. لو انتوا عايزين مثلا تعملوا ادراك المطبخ كلها، فتخلوا كل يوم مثلا 2 او 3. فدي من الحاجات اللي هي هتسهل عليكم. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تتاكدوا ان انتوا مشتركين عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجايه.